حياكم الله. ماناش ملاح. المنتخب الجزائري لكرة القدم يحرز انتصاره الثاني في نهائيات كأس إفريقيا 2025 في العاصمة المغربية الرباط بعد فوزه في المباراة الأولى بالثلاثة على السودان البارحة في مواجهة ثانية صعبة أمام منتخب محترم قوي فرديا وجماعيا وخاصة بدنيا. فزنا ب1-0. تحية أولا للاعبين الذين كانوا حاضرين بقوة وبإصرار وبعزيمة، لعبوا بالروح. تحية الثانية للمدرب بيتكوفيتش. صراحة أنا مش متعود نتكلم عليه، ولكن أعتقد بأنه قراءته للمباراة كانت في المستوى. حتى بدايته للمباراة بتلك المنظومة اللي بدأ بها ب5 مدافعين، رايان أيت نوري متقدما على الجهة اليسرى، وبعدين عرف يسير مجريات المباراة بعد إصابة حجام حوالي بعد ربع ساعة لعب من انطلاقة المباراة. غير النمط، دخل بونجاح ورجع أيت نوري كمدافع أيسر، وصلنا نلعب كما لعبنا المباراة الأولى. وبعدين يحدث أمر آخر، يصاب المدافع الأيمن شرقي، يعاود يرجع لنفس منظومة اللعب اللي كان ناوي يبدأ بها المباراة. يدخل زين الدين بالعيد في وسط الدفاع، نصبح نلعب ب3 في الارتكاز، أيت نوري في الرواق الأيسر، ويدخل على الجهة اليمنى المدافع الأيمن اللي صنع فارق كذلك، اللي لعب المباراة الأولى كأساسي. وبعدين خلى مازا طيلة المباراة، وبعدين قبل الدقيقة 70 يخرج رياض محرز. فهم بأنه الضغط راح يكون علينا، لازم يأمن المنظومة الدفاعية، وعارف بأنه بالهجمات المعاكسة نشكلوا خطورة. وبعدين رغم أنه البوركينابيين استحوذوا على المباراة على الكرة في الشوط الثاني، ولكن احنا اللي كانت عندنا أخطر الفرص بالفضل الهجمات المعاكسة. نحيي اللاعبين على جهدهم وعلى إصرارهم، نحيي المدرب كذلك على جرأته وفلسفته وقراءته الجيدة للمباراة. كان موفق إلى حد بعيد، وفزنا بهدف مقابل 0. مباريات مثل هذه في النهائيات تلعبها من أجل أن تفوز بها، لا تلعب من أجل أن تلعبها. ولو أن المنتخب الجزائري لا يمكن أن نقول بأنه لم يلعب، لا، بل لعب بالكيفية التي أراد هو. حتى من حيث الرتم سيرنا المباراة بالرتم الذي أردنا من دون الاحتكاك كثيرا باللاعبين البوركينابيين. في نهاية المطاف المنتخب الجزائري فاز بمباراته الثانية، ضمن المركز الأول مهما كانت نتيجة المباراة الثالثة. المركز الأول اللي جنبه مواجهة واحد من أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأخرى. ولو أنه على هذا المستوى في مثل هذه المسابقات لا يمكنك أن تختار المنتخبات التي تواجهها في مباريات خروج المغلوب. الذي يريد أن يكون بطلا، ولو أنه نحن لا نريد أن نكون أبطالا، نريد أن نؤدي بطولة أبطال، بطولة رائعة جدا. مباريات هذه تلعبها من أجل أن تفوز بها، ولكي تفوز بها يجب أن تكون لديك لاعبين بالإضافة للمهارة الفردية والجماعية عندهم تلك الروح العالية وعندهم ذلك الإصرار. الجميل في المنتخب الجزائري، خلينا نبقى في هذه النشوة، هو أن المدرب عنده خيارات كثيرة جدا في طريقة اللعب اللي حاب يلعب بها، بال3 بال5 بال4، بمهاجمين، بمهاجم واحد، بلاعبين أيضا مختلفين. اليوم لم يدخل بولبينا ولم يدخل كذلك حاج موسى، لأنه لم يكن بحاجة إليهما أو إلى أحد منهما، بل كان بحاجة إلى ترتيب الأمور الدفاعية. اليوم تكلمت كثير على الجانب الفني والتكتيكي، لأنه عجبني كثير الوجه اللي ظهر به المنتخب الجزائري، وعجبني المردود، واعتقد بأننا في منحنى تصاعدي. ومع ذلك نعود نكرر كلمة اللي يحبوا يقولوها الكثير من الجزائريين في الكرة: ماناش ملاح. السؤال الأول اللي طرح علي: ما رأيك في تغيير رياض محرز؟ أعتقد بأنه ولا واحد فينا كان يتوقع أنه رياض محرز يخرج إلا المدرب. في نهاية المطاف أعتقد بأنه كان عنده حق، لأنه المدرب شاف بأنه في حاجة إلى منظومة دفاعية. رياض شوية ناقص في المساهمات الدفاعية، ولو أنه في هذه البطولة في المباراة الأولى رجع كثير، في المباراة الثانية أيضا قام بدوره الدفاعي كما ينبغي. إخراج رياض محرز كان أعتقد نقطة تحول. أنا كنت خايف يكون لها تأثير معنوي ونفسي على اللاعبين. في نهاية المطاف لا، لأنه حتى اللاعبين فهموا
سبب التغيير وماذا أراد أن يفعل المدرب. وبعدين فائدة الكبرى لو شفتوا الصورة الأخيرة في المباراة، رياض محرز مجمع اللاعبين في وسط الميدان ويتكلم معهم القائد، مش اللي خرجوا المدرب، لا، القائد اللي عارف بأنه هو القائد فوق أرضية الميدان، في كرسي الاحتياط، في المدرجات، في غرف الملابس، في الفندق، في الحصص التدريبية، في الحافلة، في كل مكان هو القائد، لأنه معولين عليه كثيرا وعلى حضوره. أعتقد بأنه كان موفق. السؤال الثاني يتعلق بالمنظومة الدفاعية. لا، أنا لا أعتقد بأنه منظومتنا ضعيفة. احنا عندنا انطباع بأنه فيه شوية هشاشة، صح، في وقت ما لو نرجع للماضي كانت فيه شوية هشاشة، لذلك اليوم لو لاحظتوا دخل يلا نقول 5، لا، تحول إلى 5، دخل ب4. آيت نوري كمدافع لعبه في الجهة اليسرى، وبعدين نرجع لل5 بعد ساعة لعب في الخط الخلفي بإقحام المدافع شبيبة القبائل زين الدين. دفاعنا مش ضعيف، منظومتنا الدفاعية صارت تشتغل بشكل جيد، خاصة بعد أن دعمناها بلاعبين جدد انضموا مؤخرا إلى المنتخب الجزائري. أعتقد بأن الخيارات الكثيرة اللي صارت عند المدرب هي اللي ممكن تخلق له مشاكل، وليس الدفاع الذي يعتقد البعض بأنه هش، كان هش في وقت ما. سلام.